أختم على يوم الدين. والدك عايش؟ والدي عايش. والدتك؟ والدتي كويسة. كفر أبوك برضه؟ هو مش محقق للتوحيد. نعم؟ مش محقق للتوحيد، يعني لم يكفر بالطاغوت ولم يحقق يعني. مش فاهم يعني أنت بتكفره يعني ولا ما بتكفره؟ كافر. والدك كافر؟ ليه؟ لا، ما لا يعرف لا إله إلا الله، ولا جاهل التوحيد، جاهل لا إله إلا الله ليس من أهلها. ووالدتك؟ نفس النظام. بتكفرها برضه؟ وبتاكل معاهم؟ لا، ما باكلش معاهم. وانت كده صح يعني ولا كده انت في ضلال؟ لا، أنا صح. لا؟ صح. انت اللي صح. الحمد لله. تعرفون إخواني وأخواتي، لعل الذي بعثني على هذه الخطبة ما ذكره لي أحد أحبابي. لا أدري هل علقت على هذا من قبل، ربما كأنني علقت، لكن ألمتني. قال لي: يا أخي، أحد أبنائنا هنا في فيينا، في أوروبا الحرة، في فيينا، يقول لي: أحد أبنائنا هنا تدين. طبعا تدين معناه إيه؟ أنه يلتحق بمسجد، وما شاء الله على المساجد والخطابات اللي فيها عاد، والمنابر والأفكار التي تبث. في ناس من أولادنا ماتوا في سوريا، راح يجاهد في سوريا وما نعرفش عاد قتل داحش ولا داعش ولا نصرة، ما نعرف مين، ولا قتل إيه جماعة بشار، ما بنعرف، ومات غالي من هنا من فيينا. على كل حال، فقال لي أحد أبنائنا أبوه، وأبوه ما شاء الله يعني هو ماشي في هالإطار هذا شوية، لكن صدم شوية أبوه يعني، لأنه هذا زوجته عاد، يطلب من أبيه أن يطلق أمه. تدين ما شاء الله عليه، الولاء والبراء، الولاء والبراء والحب في الله والبغض في الله. أبغض أمه في الله، بتصليش ربما، مش محجبة، ويمكن مش منقبة، يمكن محجبة بس مش منقبة كمان، ولد زميت هذا. فقال له: طلق أمي. أثارني هذا يعني ساحات طويلة وأنا أفكر في هذا الموضوع، أقلقني، زلزلني، وتساءلت أول سؤال ثار في وجهي، قلت: سبحان الله، هذا الولد، هذا الشاب المسكين ذا معدن طيب جدا، لكن أسيء تشكيله. هذه الطينة، هذا المعدن شكل بطريقة سيئة، بدل أن يشكل تحفة فنية إنسانية، شكل سكينا تذبح، تقطع الأوداج، يريد أن يقطع أوداج أمه إلا التي حملته. طب يا ولد، يا ابني، يا حبيبي، أما قرأت أو ما قرئ على مسامعك قول الحق: لا إله إلا هو، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. أنت مأمور بحسن صحابة أبيك وأمك، وإن أراد حملك وإكراهك على الشرك بالله، مش ما يحملوش أفكارك ما شاء الله العظيمة هذه الإنسانية المتفتحة الرهيبة العبقرية. يا رجل شرك، ما قرأت القرآن مرة أنت؟ ما قرئ عليك؟ ما فهمت هذا الشيء؟ ما فهمش، فهم ولاء وبراء، ولاء وبراء، أن تحب لله وأن تبغض في الله. أبغضتك يا أمي في الله. شيء رهيب، شيء رهيب. من أين؟ فأنا أول ما ثار السؤال، مش هذا السؤال طبعا، أول ما ثار في ذهني قلت: سبحان الله، أما تساءل هذا الولد أو أبوه أو شيخه إذا بلغته هي الحكاية أنه ما الذي يبقى ليحترم؟ ما الذي يبقى ليحترم في دين يقطع تماما ويتناقض مع أسس الأخلاق؟ صحيح؟ من أبجديات الأخلاق يا أخواني بر الوالدين، لأنه من أبجديات الأخلاق. كيف حنبر بر الوالدين؟ بأبجدية لسه إيه؟ أو بشيء أعمق من هذا، وهو أن تحسن إلى من أحسن إليك. وأنا أقول لك بالله الذي خلقك وسواك وعدلك، ما أحسن إليك أحد بعد الله تبارك وتعالى إيه؟ كالوالدين. ولذلك وقضى ربك وبالوالدين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. قال أنا الأحق بالشكر، رقم واحد رب العزة لا إله إلا هو، بعديه مباشرة الوالدان. لا ما فهمش هيك، ما فهموش هيك، عادي. الدين تدين ممتاز، وبكره الحقائق لو استشهد في سبيل الله زعموا، ولكن يكون لعنة على أبي وأمي، ولعنة على أمي التي أوصاني بها خليل الرحمن 3 مرات: أمك أمك أمك، أو أمك. قال له: من أحق أمك؟ أمك أمك. لا، هذا كلام ما فهمهوش. ما قراش هذا الولد أو أبوه اللي سلكه في هذا المسلك الوبيء الرديء، أو الشيخ اللي علمه، ما قرأوش أي سورة هود،
ما قرأوش كيف واحد من أعظم الأنبياء الخمسة، خامس أولي الإيه؟ العزم الخمسة من الرسل، نوح شيخ الأنبياء هذا 950 سنة يدعو إلى الله، هذا يقول لي ولاء وبراء، شيء ما شاء الله الولاء والبراء، 950 سنة في الدعوة إلى الله، ما كع ولا نكص أيها الإخوة، ولا غضب ولا تذمر، حتى تأذن الله إيه؟ بالفرج كما تعلمون. ولكن في تلك اللحظة قال رب إن ابني من أهلي، هذا ابني يا رب، هذه الفطرة. أي دين هذا الذي يقتل فيك الفطرة؟ يجعلك لعنة على أمك، الأم. وفي المقابل أقرأ لأحد الإخوة يكتب إيه تعليقا، كم أعجبني هذا التعليق والله، مع أنه في رائحة الهرطقة يعني ورائحة الإلحاد، لكن أعجبني من زاوية ثانية طبعا، ليس أي من إلحاديته. هو يتساءل الرجل، يتساءل بحقه، لما خلقنا الله على هذه الطريقة وقضى الله بموت الأمهات؟ أعجبني في أنه يعشق أمه إلى عمل له قلق وجودي. هذا إنسان بار بأمي فعلا، عنده الحق والله. هذه في أعز من الأم، منبع الحنان، محيط الرحمات، الأم. هتقول له طلق أمي، طلق خليها بالشارع إلى الجحيم. أي دين هذا؟ لم تقرأ قصة نوح؟ الفطرة، هذه الفطرة. طب بلاش الأم يا سيدي، أقل ما قرأتش قصة زينب أسماء عفوا بنت أبي بكر الصديق رضوان الله عليهما؟ قالت له يا رسول الله، الحديث في الصحيحين ذكرناه حتى قبل أسابيع على المنبر، يا رسول الله إن أمي قد أتتني وهي راغبة. طبعا أسماء ما شاء الله مسلمة موحدة زوجة الزبير، وأمها زوجة أبو بكر إلى ذلك كانت كافرة، وجاءت على المدينة وراغبة، يعني راغبة إيه؟ في النوال، بتعطيها شوية مال مساعدة. أفأصلها يا رسول الله؟ قالت له هي كافرة، ما زالت كافرة، هي بدهاش. قال نعم صلي أمك يا أسماء، وخرج في الصحيحين صليها. يعني مشكلة لأنها مش يعني لا تعلن الحرب علينا وما بتقلب علينا ومنطوية على كفرها وطغيانها، معنا مشكلة، بضلها أمك هذه، صليها، ليش لا؟ صليها، صلي أمك، صلي. شوف الرسول، هذا رسولي، هذا نبيي، خليه شيخك، هو شيخ الشيوخ، مش شيخك أبو المنبر هذا اللي بيعلمك تطلق أمك، مش هذا الشيخ، ما له علاقة بالنبي هذا، لا من خلال